الفيديو اليوم فيديو مختلف، ما خارج نطاق الرابرز بس، ولكن فيديو بغير نكهة، مختلف نوعا ما. دائما ما نتكلم عن حياة الرابرز القانونية والقضايا الجنائية والجرائم ومدري ايش بس، ولكن ولا مرة تكلمنا عن الجانب الشخصي والجانب العائلي والجانب اللوجستي من حياة الرابرز. لحظة، ايش هاي لوجستي؟ الحقيقة وللأمانة أني ما أعرف معناها، بس ولكن سمعتها بأحد الفيديوهات، كان في شخص عم يقولها وحسيتها إنها كلمة مثقفة، يعني ما تنفع إنها تكون شتيمة أو مسبة. فهمتوا علي شلون؟ يعني تخيل إنك تقول لواحد يا ابن اللوجستي، ما تزبط إنك تقول لواحد يا ابن اللوجستي، باين عليها إنها كلمة محترمة رغم إني ما أعرف معناها. فلذلك اعتمدت هاي الكلمة وقلت خلاص راح أقولها بالفيديوهات اللي عندي، بس ولكن لا تأكلونها، ما راح أكثر منها يعني. المهم، فاليوم معانا الرابر NBA يونغ بوي. راح نتكلم عن الجانب الشخصي والجانب العائلي والجانب اللوجستي من حياة NBA يونغ بوي. شوفوا، مبدئيا بالنسبة ليونغ بوي هو تعبان من ناحية الجانب اللوجستي. لا خلاص آخر مرة. دائما ما نتكلم عن الجانب القانوني من حياة الرابرز وننسى الجانب اللوجستي. لا خلاص يرحم أهلكم، لا تطلعوا من الفيديو. بس ولكن هاي الحقيقة، دائما ما أركز بقصص الرابرز عن القضايا القانونية والجرائم وما أدري إيش، إنما بالجانب الآخر في جزء من الرابرز يتمتعون بحياة عائلية بعيدا عن الراب تماما، حياة سليمة جدا خالية من الشوائب، حياة عائلية 100%، وعندهم زوجة وعندهم أطفال والحياة ماشية معاهم 100%. وأحد هؤلاء الرابرز هو NBA يونغ بوي اللي راح نتكلم عنه بهذا الفيديو. مبدئيا NBA يونغ بوي هذا النيجا يتمتع بحياة مليئة بالشوائب. حياة هذا الإنسان فيها أي شيء يخطر على بالك، فيها جرائم، فيها قضايا قانونية، فيها تهم للتزوير الأدوية، وفيها تهم للتزوير المدريش. بس ولكن بالجانب الآخر NBA يتمتع بحياة عائلية خارج نطاق الراب، بس ولكن حياته العائلية خرجت عن السيطرة نوعا ما. مؤخرا من فترة انتشرت إشاعة قوية عن NBA يونغ بوي وإحدى زوجاته، بعد شوي راح تعرفون إيش هي الإشاعة. وبما أنه قلنا أنه بعض الرابرز يتمتعون بحياة عائلية، NBA يونغ بوي يتمتع بحياة عائلية بس ولكن زودها شوي. يعني الموضوع ما ينفهم بهذا الشكل. قبل كل شيء وقبل ما تتلقون أي صدمة من الصدمات، حاليا يونغ بوي عمره 26 سنة بس، وبعد كم شهر راح يصير عمره 27 سنة. مشان تركزون، مشان تعرفون حجم الكارثة اللي واقع بها هذا الإنسان. هو انولد بعام 1999، عمره الآن 26 سنة، وبعد كم شهر راح يصير عمره 27 سنة. فالآن يونغ بوي هذا أسود، كم ولد تتوقعون عنده؟ يعني يكون عنده 5-6 أطفال، 7 أطفال، 8 أطفال، بما أنه عمره 26 سنة أيضا. هذا النيجا عنده 12 طفل، 12 طفل كاملين. الموضوع ما نمسحه وما نكذبه أبدا. إذا بدكم أذكر لكم الأطفال واحد راح أشوف، ممكن بعد شوي أذكرهم. عنده 12 طفل، وأيضا بانتظار طفله رقم 13. الطفل رقم 13 جاي بالطريق، وكل هذا وهو عمره 26 أو 27 سنة نقدر نقول. يعني يونغ بوي بما أنه يسوي حفلات بالولايات الأمريكية، فمتعود أي ولاية أو أي مدينة يروح عليها يضع بصمته بتلك المدينة. يعني صار عنده شجرة عائلة كاملة. وللي مو عارفين، يونغ بوي كان بالسجن بتهم تتعلق بحيازة السلاح الناري ومدري ايش ومخدرات وهاي الأمور. طلع من السجن بمارس 2025، طلع قبل ما يكمل مدة الحكم اللي كانت عليه، لأنه حصل على عفو من ترامب شخصيا، من القيادة العليا بأمريكا، وخرج من السجن. بس ولكن حاليا تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، ممنوع من حيازة السلاح الناري بشكل نهائي. ترامب طالع يونغ بوي من السجن مشان يكبر شجرة العائلة، بس بما انه يونغ بوي عمره 26 سنة، فيونغ بوي انا متأكد انه راح يحول شجرة العائلة هاي الى قابة عائلة كاملة. طيب، بما انه يونغ بوي يمتلك 12 طفل وبانتظار الطفل رقم 13، فمنين جاب هذول الاطفال؟ يعني كم يوجد لهذول الاطفال؟ اكيد ما راح يجيبهم من امازون. يوجد امهات لهؤلاء الاطفال. يونغ بوي عنده 10 نساء كاملات، يعني عنده 10 زوجات، 10 زوجات و13 طفل، 12 طفل موجودين والطفل جاي على الطريق. بس ولكن ما يعتبروا زوجات رسميات. يعني في وحدة منهم بس اللي تعتبر زوجة رسمية ليونغ بوي، تزوجوا بعام 2023، بس ولكن تزوجوا بعد ما أسسوا العائلة. أسسوا عائلة أولا، وبعدين من ثم فكر يونغ بوي إنه هاي الزوجة تصلح لأن تكون زوجته الرسمية، فتزوجوا ب 2023. وحدة بس من ال10 هي زوجة يونغ بوي رسميا، والبقايا هم أمهات للأطفال فقط. و10 بالعدد، يعني لا تفكرون إن الرقم مستعار. مشان المصداقية راح نعدد الزوجات واحدة لأنه في منهم راح يلزمون عليهم إثارة الجدل. الزوجة الأولى جازلين ميشيل، هاي هي الزوجة الرسمية ليونغ بوي، تزوجوا بعام 2023 وعنده منها 3 أطفال.
بنتين وولد. الثانية هي يايا ماي وذر، هي ابنة الملاكم فلويد ماي وذر. والله يونغ بوي ما عنده مزح، حتى بنات الملاكمين عنده. من هاي الزوجة الثانية والله ما اعرف اقول عليهم زوجات ولا ايش، خلاص راح نذكرهم على اساس انهم زوجات، يعني هم امهات لاطفاله. عنده من هاي الزوجة الثانية اللي هي يايا ماي وذر ولد واحد اسمه كنتريل. الثالثة جانيا ميشيا، هاي واحدة من اشهر حبيباته السابقات، وعنده منها ولد ايضا اسمه كايسي. الرابعة اسمها نيشا، عنده منها ولد وبنت، بنت اسمها ارماني والولد اسمه كايدن وهو الابن الاكبر ليونغ بوي. الخامسة ستار دوجي، ستار دوجي هاي لازم نركز عندها شوي. يونغ بوي عنده من هاي المرة بنت اسمها كاميري، وعندهم ايضا ولد اسمه كاميرون. كاميرون هذا يونغ بوي كان يفكر انه هذا الولد هو ابنه. نعم لسه راح تتلقون المزيد من الصدمات. بالبداية يونغ بوي كان يفكر انه كاميرون هذا هو ابنه، بس ولكن اكتشف فيما بعد وبعد تحليلات الدي ان ايه انه مانو الاب الحقيقي لكاميرون اللي هو ابن ستار دوجي، بس ولكن البنت كاميري هي بنت يونغ بوي الحقيقية، وكاميرون ما طلع ابنه الحقيقي. بس ولكن يونغ بوي بعد ما اكتشف هذا الامر، بما انه يونغ بوي قلبه عامر بس ولكن مو عامر بالايمان، ما اقدر اقول انه قلبه عامر بالايمان، قلبه عامر بالنساء. بعد ما اكتشف هذا الامر قرر انه يونغ بوي يكمل تربية كاميرون، وقال انه هو يعتبره مثل ابنه الحقيقي وراح يكمل تربيته. يعني بما انه يونغ بوي راح يربي اكثر من 10 اطفال، فما في مانع وما في مشكلة اذا كاميرون يتربى مع هؤلاء الاطفال. رقم 6 دريا سيمون، عنده منها ولد وبنت. ورقم 7 اسمها كايبيل، عنده منها ولد ايضا. ورقم 8 اسمها لابريا، عنده منها ولد ايضا. ورقم 9 اسمها ليريك وايت، عنده منها بنت ايضا. ورقم 10 اسمها الير جيسون، عنده منها ولد اسمه كاري. المهم بما أن ذكرنا العشر زوجات، الآن خلونا نرجع إلى يايا ماي وذر ابنة الملاكم فلويد. بما أنه هي أم لأحد أطفال يونغ بوي، فهذا يعني أنه هي إنسانة تخص يونغ بوي، ولهذا السبب كانت راح تنسجن وكان راح يحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة تقريبا. ولا تفكرون أنه يونغ بوي شيء عادي يعني، ولا تكونون عنصريين وتفكرون أنه يونغ بوي لأنه لونه أسود أو راسه مطعوج بسبب حادثة الطفولة أنه النساء ما يغارون عليه وما يحبونه، يعني لا تكونون عنصريين أبدا. كانت راح تصير جريمة قتل كاملة بسبب الغيرة على يونغ بوي. وقعت هاي الحادثة بعام 2020. يونغ بوي كان قاعد ببيته تمام، ومين كان عنده؟ كان عنده يايا ماي وذر. الأمر طبيعي، يايا ماي وذر بما أنه هي أم لأحد أطفاله فهي على علاقة مع يونغ بوي، وكانت عنده بالبيت. فجأة دخلت عليهم لابريا لاشاي، واللي هي ايضا ام لاحد اطفال يونغ بوي. بعد ما دخلت لابريا عليهم اتفاجأت انه يايا ماي وذر موجودة عند يونغ بوي. فايش اللي صار؟ اللي صار انه حدثت مضاربة. بالبداية كانت خفيفة، يعني ملاسنة. بالبداية لابريا تقلع يايا من البيت، ويايا تقلع لابريا من البيت، ولابريا تقول لي يايا انها خطيبة يونغ بوي، ويايا تقول لي لابريا ايضا انها خطيبة يونغ بوي. دخلت الامور ببعضها، فهمتوا علي شلون؟ وشوي شوي بدأت تتأزم الامور والمشكلة صارت تكبر. اللي صار انه يايا ماي وذر راحت على المطبخ وسحبت سكين، يعني ابنة ملاكم ايش بدكم يطلع منها، جابت سكين من المطبخ وهجمت على لابريا وطعنتها بايديها اكثر من طعنة. تحول المكان فجأة الى مسرح جريمة وساحة حرب، ويونغ بوي مو قادر يسوي شيء ابدا. بعد هاي الحادثة تم القبض على يايا ماي وذر مباشرة، وكانت التهمة اسمها الاعتداء الجسيم بسلاح فتاك، وهاي التهمة تعتبر تهمة جنائية من الدرجة الأولى بولاية تكساس، ومدة الحكم تحت إدانة هاي التهمة قد تصل إلى 20 سنة. المهم بعد حوالي سنتين تقريبا من المحاكمات ب 2022 قررت يايا ماي وذر إنها تعترف بذنبها. اعترفت بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، وبسبب أيضا قوة المحامين وإدلاء فريق الدفاع ما دخلت السجن أبدا. حكم عليها القاضي بالمراقبة لمدة 6 سنوات، وبخلال هاي 6 سنوات إذا يايا ماي وذر ما ارتكبت أي شيء وما سوت أي شيء ترفع عنها هاي القضية. وعاد هذا كله انتشرت مؤخرا إشاعات قبل وقت قصير جدا، قبل حوالي شهر تقريبا، عن يايا ماي وذر. الإشاعات تقول إنه يايا ماي وذر راح تدفع ليونغ بوي أسبوعيا تقريبا $1,000,000 لحتى يقضي معاها وقت أكثر، أو لحتى يبقى معاها ويهتم فيها ويهتم بابنهم. $1,000,000 أسبوعيا. هاي الإشاعات انتشرت بشكل كبير جدا، وحتى الصفحات الكبيرة المهتمة بأخبار المشاهير صارت تنشر هذا الموضوع. تخيلوا $1,000,000 أسبوعيا، يعني هذا أمر مستحيل تقريبا. فبسبب إنه هاي الإشاعة انتشرت بشكل مجنون، طلعت يايا ماي وذر بنفسها بمنشور وبث مباشر ونفت هذا الموضوع، وقالت إنه هاي الإشاعات إشاعات كاذبة. قالت أنا شلون بدي أعطي أموال لNBA يونغ بوي وهو أصلا أغنى مني. وللمعلومة NBA يونغ بوي يعتبر حاليا واحد من أغنى الرابرز الأمريكيين، وقالت أصلا إنه هو ما يحب يأخذ الأموال من النساء. شوفوا النيجا ثابت على مبدأه وما يأخذ أموال من النساء. المهم يعني بالمختصر الإشاعة طلعت إشاعة كاذبة. وعدا هذا كله، وعدا كل هاي الأمور اللي صايرة مع يونغ بوي، إلى إنه
انه الجانب اللوجستي من حياة يونغ بوي الشخصية مهدد. نعم، يونغ بوي ما عايش عيشة سليمة 100%، بما انه لا يزال الى الان تحت المراقبة، واي اختراق منه لهاي المراقبة راح يرجع على السجن. واذا رجع على السجن ايش يعني انه ما ظل ارباح كما يجب، واذا ما ظل ارباح وما ظل اموال، مين راح يعيش ال 13 طفل و10 نساء؟ لانه هو حاليا عم يدفع لهم نفقات، وبما انه هو الان تحت المراقبة فاعين جميع الاعداء عليه، عم يستنون منه اي غلط لحتى يستفزونه ويخلونه يرجع على السجن. وحاليا هو ملتزم حدوده وما عم يسوي مشاكل ابدا، رغم انه الخصوم عم يستفزونه بشكل كبير جدا. يعني مثلا بعد ما طلع من السجن اطلق حملته الموسيقية بعنوان ماساتور، واللي هي كان انه يسوي حفلات ومهرجانات بالولايات الامريكية، وواحدة من هاي الولايات كانت شيكاغو. وبما انه اكبر اعداء NBA يونغ بوي بشيكاغو مثل ليل دورك وكينغ فون وغيرهم، حتى وان كان كينغ فون ميت وليل دورك بالسجن، اعضائهم وزملائهم من عصابة OTF موجودين. اول ما سمعوا بالخبر وعرفوا انه يونغ بوي راح يجي على شيكاغو ويسوي حفل، صاروا مباشرة يطلعون ويهددونه بالقتل المباشر. وفعلا NBA يونغ بوي ما قدر انه يروح على شيكاغو ويسوي حفل بشيكاغو. وبعدها ايضا في رابر اسمه انيلي تشوبا هذا نزل ديس على NBA يونغ بوي قبل فترة بعنوان KO، والديس هذا كان حارق متفجر، ديس قوي جدا. تقدرون تشوفون تفاصيل هذا الديس بهذا الفيديو. ايضا هاي كانت حركة خبيثة من انيلي تشوبا، لانه يونغ بوي تحت المراقبة وما يقدر يسوي شيء ابدا. وعدا هذا كله، ايضا عدا كل هاي الامور، قبل فترة قصيرة جدا، قبل كم يوم بس، واحد من اصدقاء يونغ بوي المقربين يلقب ببنتين تعرض لاطلاق نار. كان راح يروح بخبر، كان اطلقوا عليه نار اشخاص مجهولين الهوية، والى الان مستمر التحقيق بهذا الامر. بس ولكن يونغ بوي واصدقائه كانوا عارفين الخصم وعارفين الاشخاص اللي اطلقوا عليه النار، لانه مدينة هوستن مكان اقامة NBA يونغ بوي مليئة بالاعداء. وبما انه الان ايضا يونغ بوي يحقق نجاح كبير بعد حملته الموسيقية ماساتور، فجميع انظار الاعداء موجهة عليه، ويقولون انه العصابة اللي اطلقت النار على صديق يونغ بوي المقرب هي عصابة اسمها جاي برينس فاميلي، وهي العصابة عصابة معادية لNBA يونغ بوي وافراده. بس ولكن على الرغم من هذا كله، الى انه يونغ بوي ظهر مؤخرا بمقابلات، وكان يقول انه عم يقرأ كتب دينية كثيرة وعم يبحث عن السلام، وعم يحاول انه يغير نمط حياته من الحياة العنيفة الى حياة السلام. وحاليا يونغ بوي بهذا الوقت ب 2026 وبعد حملته القوية ماساتور عم يحقق نجاحات عالية جدا. الان ب 2026 تم تصنيف NBA يونغ بوي بشكل رسمي على انه الرابر الاكثر مشاهدة على اليوتيوب، وحتى انه تخطى اسماء كبيرة جدا مثل دريك وغيره. بس ولكن رغم كل هاي الاشياء، ورغم انه NBA يونغ بوي تحت المراقبة، الا انه ما يقعد راحة ابدا، لانه ما قدر يسوي حفل بشيكاغو، لانه افراد العصابات واعدائه من شيكاغو منعوه من انه يسوي حفل فيها. ايش صار يسوي؟ صار يسبهم ويغلط عليهم بالحفلات اللي صار يسويها بغير ولايات مثل دالاس وغيرها، وصار يغلط على كينغ فون وعلى ليل دورك وعلى غيرهم من اعضاء عصابة OTF. بس ولكن الى الان حاليا الامور هادية وما في شيء ابدا، بما انه ليل دورك الى الان بداخل السجن، على الرغم من انه انتشرت اشاعات مؤخرا قبل وقت قصير جدا على انه ليل دورك خرج من السجن مدري ايش. الكلام هذا اشاعات كله، ليل دورك الى الان بداخل السجن. بس ولكن اشعر انه ليل دورك سيخرج غريبا من السجن، مع انه التهم الموجهة ضده تهم تعتبر قوية نوعا ما، بس ولكن راح يطلع من السجن. والآن وصلت إلى ختام هذا الفيديو. بس ولكن قبل ما أنهي الفيديو، في معلومة إضافية أيضا عن NBA يونغ بوي. ظهرت مؤخرا إشاعة قوية جدا في الستريمر اللي اسمه كاي سينات، أكيد كلكم عارفينه. هذا الإنسان من فترة حبيبته تركته، وطلع بمنشور أو ستوري وقال إنه أنا الآن ما عندي حبيبة وما عاد أدخل بعلاقات حب ومدري إيش. يعني بالمختصر تعرض للخيانة أو حبيبته تركته. فانتشرت إشاعة قوية على إنه حبيبة هذا الستريمر كاي خانت كاي مع NBA يونغ بوي، والإشاعة هاي انتشرت بشكل كبير جدا لدرجة إنه NBA يونغ بوي طلع بنفسه ورد على الموضوع وقال أنا ما أعرف هاي الإنسانة أبدا وما عندي علاقات محرمة، أنا ما أدخل بهاي العلاقات الغير شرعية. أمزح، هو ما قال هذا الكلام يعني، بس ولكن فعلا قال إنه ما أعرف هاي الإنسانة وما حكيت معها أبدا من قبل. وأيضا هي نفسها جيجي طلعت ونفت هذا الموضوع وقالت أنا تركت كاي لأسباب شخصية وما أعرف NBA يونغ بوي وما تكلمت معه أبدا من قبل. أيضا يعني الطرفين طلعوا ونفوا الموضوع، ولكن الإشاعات قالت إنه NBA يونغ بوي كان يتواصل مع جيجي بحساب وهمي سري، ولهذا السبب جيجي خانت حبيبها كاي. حتى انه في اعلامي اسمه دي جي اكاديميكس، هذا الاعلامي قال انه NBA يونغ بوي حاول انه يتواصل مع كاي سينات مشان يوضح له الموضوع ويقول له انه كل هاي الاشاعات اللي طلعت هي اشاعات كاذبه وما في شيء بينه وبين جيجي. بس ولكن كاي ما جاوب يونغ بوي، ويونغ بوي عصب بشكل كبير جدا وطلع وقال انكم راح تتعذبون باللعب معي جميعا، يعني هددهم. دائما المشاكل والمصايب الا الطارد هذا الانسان. ليش؟ لانه الجانب اللوجستي من حياته مخربط.